مساء الخير أو صباح الخير على حسب ما بتسمعوا الفيديو ده. النهاردة حابة أتكلم عن حاجة كده كتير مننا بيتعرّض ليها. دايمًا هتلاقي اللي ما بيعرفش يوقّعك هيحاول دايمًا يوقّع صورتك، هيوقّع صورتك قدّام الناس للأسف، لإن نفوذك النفسي أقوى بكتير من قدرته على المواجهة معاك، ولمّا يكون الpresent بتاعك لوحده بيربكه، هو مش هيدخل معاك في مواجهة مباشرة، هو بيدخل في ضِلّك أنت. يعمل إيه بقى؟ يحرّض عليك، يشوّه سُمعتك، يلِف ويدور، لإن للأسف الحقيقة قدّامك أكبر من هو يستحملها. في علم النفس بيقول اللي بيخاف يواجهك بيحاول يهدمك من بعيد، مش عشان غلطة فيك، ولكن عشان دي غيرته وعجزه وخوفه من صورتك، اللي هو أصلًا مش قادر يُقف قدّامها. افتكروا معايا دايمًا الجملة دي، دايمًا الكلام اللي بيتقال وراك بيحكي عن اللي وراك مش عنك أنت شخصيًا، واللي اتبنى على الكراهية ما بيصمدش قدّام الحق، علشان كده عايزاك تثبت، لإن النور بتاعك أنت بيقلق بس اللي عايش في الضلمة، ودمتم.